بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أهلا وسهلا بكم إخواننا الأعزاء. موضوعنا لهذا اليوم التقديم على معهد الصحة العالي. المعاهد الصحية العالية ضمن وزارة الصحة لغرض إعداد الكوادر الطبية والصحية الوسطى وتغطية حاجات المستشفيات. للمعلومة، لا يوجد هناك اختلاف بين معهد الصحة العالي والمعاهد الطبية، غير أن معهد الصحة العالي تابع لوزارة الصحة، أما المعهد الطبي تابع لوزارة التعليم العالي. المحافظات التي يتوفر بها هذا القسم: دائرة مدينة الطب بغداد، الرصافة، الكرخ، ذي قار، الأنبار، كركوك، الموصل، بابل، واسط، البصرة، ميسان، كربلاء، النجف، الديالة، المثنى، صلاح الدين، والديوانية. قسم معهد الصحة العالي يوجد بخمسة أقسام، هي: قسم التخدير، قسم القبالة والتوليد، قسم التمريض، قسم التمريض فرع الطوارئ والإسعافات الأولية، قسم التمريض أمراض الدم، مدينة الطب والنجف فقط. متى يبدأ التقديم؟ يتم إطلاق الاستمارة تزامن مع التقديم المركزي بعد انتهاء امتحانات السادس الدور الثاني. ما هي سياقات التقديم؟ التقديم يكون إلكتروني عن طريق الموقع الخاص بوزارة الصحة. لا يزيد عمر المتقدم عن 24 سنة. التقديم يكون على حسب الرقعة الجغرافية، وسوف يلغى قبول أي طالب قدم خلاف للشروط والضوابط. سنوات الدراسة بالمعهد: مدة الدراسة في المعهد هي 2 سنين بالإضافة إلى التدريب الصيفي. النظام الدراسي نظام فصلي. ما هي المخارج التي يقبلها القسم؟ يحق للفئات التالية التقديم على القسم: خريجين الفرع العلمي، خريجين إعدادية التمريض، موظفين الصحة يعني. هل يوجد قبول لدراسة المسائي في هذا القسم؟ لا تتوفر الدراسة المسائية في هذا القسم. هل التعيين مركزي؟ نعم، التعيين مركزي على ملاك وزارة الصحة، ولكن آخر فترة صار حسب الحاجة. ما هي شهادة جامعية للقسم؟ يحمل درجة الدبلوم بعد إنهاء الدراسة الأولية. نجي للسؤال المهم: ما هو المعدل المطلوب؟ لا يقل المجموع الصافي للطالب المتقدم عن 525 درجة بمعدل التنافس، يعني 75 درجة فأعلى. وبالنسبة للأقسام الأخرى مثل التمريض 75 وأعلى، باقي الأقسام 65 وفوق. يكون القبول على حسب المفاضلة، يعني كل ما كان معدل أعلى يكون لك الأولوية بالقبول. خطة قبول المعهد: نسبة 60% لخريجي السادس العلمي الأحيائي، و40% لخريجي إعدادية التمريض. هل يتوفر هذا المعهد في الجامعات الأهلية؟ لا يتوفر هذا المعهد في الجامعات الأهلية. يا رب التوفيق لكم، ولا تنسون الاشتراك بالقناة